عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عائلة السليم والبنات. وفيديو جديد. كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة دخول المدارس والعام الدراسي الجديد. طبعا يا جماعة زي ما أنتم عارفين النهاردة الجمعة ويوم الأجازة بتاعتنا. فقلنا نطلع كده يوم قبل الدراسة. يا ترى مين بدأ دروس ومين ما بدأش؟ مين اللي جاب حاجات حاجات المدرسة؟ المدرسة. مين اللي جاب الأدوات؟ فخرجنا النهارده رحنا مكان احنا بنحبه جدا في بني سويف. جبنا بيتزا من عند رامية. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هندوق مع بعض دلوقتي ونجرب. طبعا بيتزا رامية يا جماعه كلكم عارفينها ان هي غنيه عن التعريف. وكمان جبنا عصير من عند الحافظ. طبعا كله عارف عصير الحافظ. فيلا بينا كده نبدا مع بعض الفيديو. هنجرب وندوق ونقول راينا في البيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه انتوا شايفين البيتزا وغير الناس جربي كده معانا. روفي يا روفي. دي المفروض بالفراخ والمشروم. ده مشروم فراخ يا جماعة. عايزين تعرفوا سعرها؟ دي سعرها ولا سعرها آخر الفيديو أقول لكم على سعرها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت هتاكلي بقى فراخ يا مسلم. أنا نفسي يا جماعة أقول لكم كتير جربوا معانا البيتزا بس معلش بقى. ما نفسي كله ياكل ويجرب معانا. معانا صوص الجبنة ده خطير. طعمها تحفة. معلش يا جماعة اعذرونا بقى لو في صوت طالع في الفيديو ولا حاجة عشان تعرفين البيت على الشارع. حلوة. والله جميلة مش عاجبتني. والبيتزا دي حلوة الصوص قصدي. ودلوقتي يا جماعة بعد ما اكلنا وجربنا البيتزا اللي هي بالمشروم والفراخ هندوق الطعم التاني اللي هو بالسوسيس. بابا يعني جاب لنا الحاجات دي. يلا نجرب كده يا جماعة ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة أنا كان نفسي أقول لكم الخروجة كلها بس طبعا أنتوا عارفين النهاردة الجمعة الأماكن كلها زحمة وكمان عشان الخصوصية بتاعت الناس فإحنا هنجرب دلوقتي وندوق الطعم التاني. يلا يا ريموس جربي كده وقولي لي إيه رأيك؟ دي ولا الطعم التاني يا ريموس؟ ندوق مع بعض. لسه هشوف دي. قولي كده. هندوق مع بعض بس. هندوق مع بعض. يلا 1 2 3. أنا لسه ما دقتش حرام عليكم. دي ولا المشروم بالفراخ؟ دول المشروم بالفراخ. ثواني اصبر سنار صافي. انت دي ولا الثانية مش بصراحة المشروم بالفراخ بالنسبة لي أحلى. المشروم بالفراخ اديله 10 من 10. دي تحفة. دي كده